لو انت طالب فانا هقول لك على كذا كورس هيفرق معاك قوي سواء كنت في ثانوي او جامعة، والكورسات دي فعلا هتغير من طريقة تفكيرك ومستواك عامة العملي في اي حاجة انت بتعملها. وده كله باستخدام منصة ينفع، وباشتراك واحد بس طول السنة بتقدر تحصل على اكتر من 400 كورس بسعر بسيط جدا لو استخدمت برومو كود داود 23 اللي قدامك دوت. وهوريكم الاشتراك في اخر الحلقة. أول كورس معانا وهو كورس هدم أصنام الثانوية العامة أو قواعد الجامعة الأربعون. الكورس ده بيقوم على فكرة إن هو بيبدأ يفهمك خريطة الطريق اللي أنت تبدأ بيها فترة الجامعة، وإزاي إن أنت تحاول تستفيد من الفترة دي أقصى استفادة. إزاي إن أنت بقى تبدأ إن أنت تعمل خريطة ليك، إزاي إن أنت تبدأ تجهز أدواتك وعدتك من الآخر، إزاي تكون الفترة ديت هي فترة نشيطة وتطبيقية بالمرة، مش مجرد فترة كده انت حرفيا بتعديها وخلاص، لما تكون فاهم الحاجة غير لما تكون ماشي وانت مش فاهم. تاني كورس معانا وهو يعتبر من أهم الكورسات وهو كورس اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية زي ما احنا عارفين لا غنى عنها في أي حاجة، بتغير مستواك جدا. أقل حاجة ممكن تشتغلها لو انت معاك إنجليزي هو إن انت تشتغل كول سنتر، ففكرة إن انت تخلق لنفسك فرصة عمل، فالإنجليزي يعتبر من أفضل الحاجات انت المفروض تتعلمها. وطبعا موجود على المنصة كورس انجليزي كامل على كذا مستوى. انت بتلاقي طبعا كل الدروس كده، وبعدين لو نزلت تحت كده وضغطت على المحاضر هتبدأ تلاقي باقي الكورسات او المستويات التانية. فحرفيا كورس ممتاز جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني الكورس ده يتباع بآلاف حرفيا، مش بسعر واحد. الكورس اللي بعد كده برضو معانا وهو كورس مهارات التفاوض، ودي بيسموها المهارات الناعمة. يعني ايه مهارات ناعمة؟ المهارات الناعمة دي هي المهارات اللي انت لما بتتعلمها بتأهلك ان انت تكون شخص افضل في فكرة مثلا، وليكن ان انا اتعامل مع الناس بشكل كويس، ان انا اكسب ديل معين، ان انا الناس لما تقعد معايا تحس ان انا بعرف اتكلم، ان انا مثلا اكون فاهم اللي قدامي عايز يوصل لايه، ازاي اقنع اللي قدامي بحاجة معينة. فكورس مهارات التفاوض ده يعتبر بيقوم على الجزئية دي. يعني لو جينا هنا هنلاقيه ان هو بيقول لك ازاي تتصرف، فكرة طريقة التصرف وإيه هي طبيعة سلوكك عشان تنتقل بعدها لتعريف التفاوض. يبدأ يفهمك يعني إيه تفاوض أصلا، والفرق ما بين الأساليب بتاعة التفاوض المختلفة. بيبدأ يفهمك برضو إزاي تنجح عملية التفاوض، بيبدأ معاك من الصفر تماما. فدي من المهارات المهمة جدا اللي ناس كتير متعرفهاش. ما هو إيه اللي بيميز شخص؟ يعني بيقول لك إيه، الشخص ده لبق في الكلام وبيعرف يتكلم وياخد اللي هو عايزه، وشخص ما بيعرفش يدير كلامه صح، إن هو مش فاهم يعني إيه تفاوض. ممكن يخسر حاجة هو عايزها ويكسب حاجة هو مش عايزها لمجرد ان هو مش عارف يتفاوض على الحاجة اللي هو عايزها. الكورس اللي بعد كده معانا هو كورس المايكروسوفت وورد، ودي من المهارات بقى العملية اللي انت لازم تتعلمها، لانها هتفرق معاك جدا في طريقة اي شيء انت بتقدمه. يعني هحكي لكم مثال بسيط قوي. وانا في الجامعة كانت السنسي او الدكتورة بتاعتنا كانت طلبت مننا ان احنا نعمل بحث معين. اغلب الولاد عملوه، او كانت ترجمة مش فاكر، اغلب الولاد عملوه على ورق فولسكاب عادي جدا. انا لا، انا كنت فاهم في الحاجات دي، او هي كانت شغفي اصلا، فما كنتش محتاج حد يوجهني حتى ناحيه الحاجه ديت. فبناء عليه لما جيت رحت جاي عامل لها ملف على الوورد، ورحت جاي كاتب لها فيه الدنيا ومظبط لها الموضوع، وعامل لها زي غلاف كده من بره ومظبط الدنيا. وبناء عليه الدكتور اول ما شافت البحث بتاعي انا والمجموعه بتاعتي انبهرت بيه. ليه؟ لان مش كان ده الطبيعي، او الناس ما كانتش بتعمل كده. وقالت واحد جه رفع كده الورق، انا فاكر الوقت ده بالظبط، واحد قايله شايفين طريقه التقديم عامله ازاي، طلاب في جامعه وبتكتبوا لي على ورق. فيعني كانت خطوه وحاجه مهمه جدا. فمهم جدا ان انت تتعلم الوورد، وهيغير من طريقه ان انت تدي لاي حد اي حاجه، او تسلم اي حد اي مشروع، او تعمل اي حاجه. حرفيا هي مهاره مطلوبه جدا. الكورس اللي بعد كده معانا الكورس اللي بعد كده معانا بقى هو كورس الباوربوينت. وده بقى لما انت تيجي حابب ان انت تقدم حاجه بشكل احترافي، معروض عليك شغل، معروض عليك اي حاجه، فانت حابب ان انت تقدمها بشكل احترافي. فكورس الباوربوينت من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاك قوي، ان انت تعمل ديزاين او تقدم لهم برزنتيشن بشكل قوي. فبيفرق قوي ان انت تكون فاهم باوربوينت، لانه بيخليك تظهر الشيء بشكل احترافي. الكورس اللي بعد كده معانا هو مهارات البيع. ومهارات البيع دي مش معناها ان انت تكون شخص بيبيع، او زي ما انت فاكر ان الشخص اللي بيجي يبيع لك حاجه وانت مش طايقه كده والدنيا مش احسن حاجه. لا، مهارات البيع من الحاجات المهمه جدا. انا حرفيا شغال مبيعات، عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا اشتغل مبيعات، لكن مع الوقت لقيتها حاجه كويسه جدا، ومع التكنولوجيا بدانا نوظف ده بشكل احسن. فمهارات البيع
مهارة مهمة جدا تتعلمها في الفترة ديت عشان تعرف على الأقل تفهم الدنيا ماشية ازاي. وبعد كده الكورس اللي معانا هو مايكروسوفت اكسل، ومش بقولك ان انت تتعلم كل حاجة فيه، هو يعني كبير جدا، لكن انا بقولك اتعلم اساسياته عشان لما ينطلب منك حاجة تقدر ان انت تكون فاهم اساسياتها. فانت لما تفهم مثلا وورد ومايكروسوفت اكسل مع مايكروسوفت وورد مع مايكروسوفت باوربوينت، انت حرفيا كده بقيت يعتبر معاك اي سي دي ال. والكورس الاخير معانا هو الكورس الالماني، وهو ان انت لو حابب بقى ان انت تطور نفسك، وعشان كده انا اخرته للاخر، تطور نفسك في لغة معينة وتشتغل بيها او عشان تسافر بيها، فحرفيا الكورس الالماني على كذا مستوى برضه زي ما قلت لكم. لو جينا دخلنا هنا كده وجينا شفنا الكورسات هنلاقي ان هم عاملين كذا مستوى، فهيأهلك بشكل كويس جدا. والكورسات دي انت عارف ان هي بارقام كبيره قوي بره. وطبعا اي كورس بعد ما بتخلصه بتقدر تاخد عليه شهاده زي ما انت شايف كده. لو جينا هنا في قسم الشهادات هتلاقي هنا مثلا الكورسات اللي انا خلصتها، فمثلا لو عايز احصل على الشهاده دي بعمل استعراض واقدر ان انا اعمل لها داونلود من هنا، وبتنزل معايا بي دي اف. ازاي تشترك بطريقه بسيطه؟ هتلاقي فوق كده هنا العرض، هتعمل احصل على الخصم، تمام. وهتلاقي هنا ان في برومو كود اتفعل، هتمسحه وتكتب البرومو كود دوت، هيديك خصم اقل من اي خصم انت ممكن تشوفه. ده اكبر خصم ممكن تحصل عليه، دي اي او يو دي 2 3، وتعمل تفعيل هتلاقي الخصم هو اتفعل. هتعمل اشتراك الان. هنا بقول لك انت هتدفع 29 جنيه شهريا، يعني سنويا 350 جنيه. الفكره هنا ان انت بيقول لك هتدفع 350 جنيه مره واحده دلوقتي، اكنك بتدفع 29 جنيه بس في الشهر، وبتحصل على جميع الكورسات دي طول السنه. والاشتراك بيبدأ معاك من أول يوم اشتراك، يعني مثلا أنت اشتركت يوم 1/1/2026 هينتهي معاك يوم 1/1/2027. وتعمل اشترك الآن. هنا بتدخل اسمك الأول، اسم الأخير، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف بتاعك، كلمة المرور، تسجيل عادي جدا. بعدين تعمل تسجيل حساب، يبدأ يفتح معاك بالشكل ده. وتأكد برضو إن أنت تحذف البرومو كود الموجود وتحط برومو كود داود 2 3 وتعمل تفعيل وتعمل اشترك الآن. لو معاك فيزا بتدفع بالفيزا، معاك فوري بتختار فوري وتعمل اشترك الآن. هيبدأ يجي لك كود فوري هنا، الكود دوت هتروح واخد سكرين شوت للصفحه دي كده وتنزل تدفع من اي سوبر ماركت. لكن لو معاك اي برنامج بيدفع ادفع بيه عادي جدا. فبس كده، دي كانت حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.